اختار خطة دفع تحميك مش تضغطك. خلينا نسأل سؤال بسيط، التقسيط معمول علشان يسهل عليك ولا علشان يضغطك لمدة سنين طويلة؟ للأسف في ناس كتيرة بتشتري العقار على أساس المقدم قد إيه، وبتنسى تسأل هقدر أكمل في الأقساط ولا لأ. تعالوا نفكر بعقل. يعني في مناطق زي زايد الجديدة في مشاريع بتقدم أقل مقدم في السوق، بس الأقساط الشهرية والدفعات السنوية عالية، وأحيانا بتزيد كل سنة بنسبة معينة. في ناس كتير اشترت بس بتيجي بعد سنتين بتضطر تبيع علشان مش قادرة تكمل الأقساط. وفي نفس المنطقة في مشروع تاني بس مقدمه أعلى شوية بس القسط ثابت، بس مفيش مفاجآت ولا في دفعات سنوية. مين اللي كسب؟ مش اللي دفع قليل، اللي قدر يكمل. خلينا أديك مثال مختلف. يعني في شقة فندقية في الساحل التقسيط على مدة قصيرة بس القسط كبير، بس ده مناسب لمستثمر معاه سيولة كبيرة، مش حد عايز يسكن ويصرف. يعني نفس خطة الدفع ممكن تكون مناسبة لشخص ومش مناسبة لشخص تاني، ولازم تبص على إجمالي سعر الوحدة مش بس قيمة القسط. في مشاريع تقسيطها طويل جدا بس في الآخر سعر الوحدة أعلى بكتير من قيمته في السوق. يبقى السؤال، أنت عايز راحة دلوقتي ولا عايز توفر في الآخر؟ خلي بالك من البنود اللي ناس كتيرة بتغفل عنها: قسط واستلام، وديعة وصيانة، زيادة سنوية، غرامات التأخير. دي حاجات صغيرة بس بتفرق على المدى الطويل. قاعدة ذهبية حطها في دماغك: لو القسط مخليك قلقان يبقى الخطة غلط. حتى لو الإعلان مغري، العقار الصح لازم يخليك تنام مرتاح.